عارفة ليه ممكن يبقى عندِك ناس كانت هتتجنن وتتعرّف عليكِ وبيجروا وراكِ لمّا بدأوا تبقوا صحاب، بقوا مش مهتمين ويلغوا مواعيدهم، يتأخروا عليكِ؟ أقول لِك، تخيلي إن في شخص سمع عن gym يجنن، الadvertising بتاعته فشيخة، وبيتكلموا عن قد إيه إن هُم مش بيقبلوا أي حد، راح اشترك وكان متحمس جدًا، جاب حاجات كلها جديدة من كتر ما هو he is so interested إن نفسه يبقى جزء من الcommunity الفشيخ ده. ومرة وهو رايح class ومتأخر عليه وخايف إن هُم يرفضوا إن هو يدخل، لقى إن هُم دخلوه عادي، فكويس إن هُم رضيوا يدخلوني. بس الملفت إن هو لقى إن كل مرة بيروح الclass متأخر بيسيبوه يدخل عادي. فبعد ما كان رايح بattitude مختلف لدخوله الجيم الجديد، مع الوقت بقى عادي، بقى بيلبس أي حاجة، بيروح متأخر على الكلاس براحته، بيرمي الويتس وما بيشيلهاش وراه. وهو ده اللي بيحصل لما احنا بنيجي نتعامل مع الناس فاكرين ان احنا كده متسامحين ومتساهلين. احنا بنحافظ على القواعد اللي تخلي الناس تفضل تتعامل معانا بالتزام واحترام. بيتأخروا علينا بنعديها من غير حتى ما ندي كومنت، بيلغوا معانا في اخر دقيقة ما بنعلقش، لغاية لما مع الوقت ما بنبقاش في حساباتهم، لان احنا we never minded. والشخص اللي معاكي بيتعامل باللامبالاة هتلاقيه ما بيتعاملش كده مع شخص تاني، لان الشخص التاني ده حافظ على الباوندرز والقواعد اللي ليها علاقة بأنا بسمح للناس تعاملني ازاي.